السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة إلى كل غيور براسه قيرة، إنسان شريف بذمتك، شارك هذا المنشور، خلي توصل معاناة هذا الشاب إلى وزير الصحة، إلى مدير الصحة العامة، إلى مدير صحة البصرة. بذمتكم وبغيرتكم كلكم شيروا له، سووا له تاج، سووا له، المهم اليوم توصل الوزير الصحة، شاب يعني بعد ما شايف شيء بحياته، عنده مرض بخصيته، زين؟ فاخوان اسمعوا الموضوع وسمعوا الحاله شلون، بس اللي اريده من عندكم عليكم الله كلكم شاركوا وخلونا نوصل اليوم ونساعد هذا الشاب، هذا اخوكم واعتبره اخوك، اعتبره اخوك، هذا معاناه عنده. سوري. السلام عليكم. انا عندي تليف على القصية، صار 5 اشهر ونص بتعذب، لا قادر اوقف ولا قادر امشي. في الحسين اصلي صلاة انا وقاعد ما قادر اوقف. 5 اشهر ونص وخذ ما ظل علاج، ما اخذته، اوبر موضعية، اوبر بالعضلة، اوبر ما ظل علاج ما اخذته. اخر شيء قالوا رجع الدكتور اسمه محمد سلامة، قال لي علاجك مو لا يملس، تروح الكربلاء هناك يسووا لك عمليتك دقيقة، انا ما تنجح عمليتك بالبصر، نسبة نجاحها 50 وما خليت احد ما رحت له. والله العظيم مناشدكم، مناشد كل شخص عنده غيره ويوقف لي وعيني، ما عندي امكانيه. انت شنو المرض مالك؟ شنو المرض؟ عندي تليف على الخصيه اليسرى والله، وعندي شيء سبلوي. رجعت محمد سلامه قال لي تروح الكربلاء هناك اسوي لك عمليتك كلش دقيقه، ما عندي امكانيه انا والله. من رخصتكم وزير الصحة، هل يعقل وزارة صحة البصرة العراق عام وزارة صحة ميزانيتها مليارات ما بيها أجهزة دقيقة إلا بكربلاء وإلا بمستشفيات خاصة؟ وزير الصحة شنو موضوعك؟ شنو أجهزة شلون يعني المستشفيات الخاصة عندها فلوس أكثر من العراق؟ عندها فلوس أكثر من العراق؟ فهموني وزارة الصحة ما عندكم فلوس؟ قولوا لنا عمي خلي منكم تجيبون هاي الأجهزة. يبكي من الألم قاعد يبكي. بغيرتكم كلكم شاركوا هذا المنشور. شوف دموع على خدوده. اقطع